عرس ينتهي بوفاة شخص واعتقال 30 آخرين. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. انتهى عرس أقيم هذا الأسبوع بأحد دواوير الجماعة القروية ولد عزوز ضواحي مدينة خريبكة بوفاة شخص واعتقال 30 آخرين. وأكدت مصادر محلية أن خلافا وقع بين عدة أشخاص بسبب الإفراط في شرب الخمر تحول إلى عراك وتبادل الضرب والجرح، حيث فر أحد المدعوين على متن سيارته وتمت مطاردته من طرف شخص مخمور لم يتحكم في مقود سيارته، فانقلبت وفارق الحياة على الفور. الواقعة التي اهتزت لها الجماعة القروية ولد عزوز انتهت باعتقال 30 شخصا للتحقيق معهم من طرف عناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بخريبكة بناء على أوامر النيابة العامة المختصة، فيما نقلت جثة الهالك صوب مركز التشريح الرحمة بالدار البيضاء لمعرفة سبب الوفاة وتبديد الشكوك التي حامت حول الضحية. وكشفت نتائج التشريح الطبي أن الضحية كان مخمورا ومات نتيجة انقلاب السيارة، في حين سيعرض الموقوفون على أنظار النيابة العامة عند انتهاء التحقيق معهم.